في حاجة بصراحة بقى باحسّها منتشرة جدًا وناس كتيرة بتتكلّم فيها، وأنا باحس إنه كتير من اللي بيتكلّموا فيها هم مش قدّها، وهي فكرة الزُهد والبُعد والانطواء. حقيقي وأنت بس عمّال تبيع الكلام ده وتقول قد إيه أنت إنسان بقيت زاهد في الدنيا، وبقيت عايز تبقى بعيد عن كل الناس، وبقيت منطوي بشكل لافت للجميع، تبقى قدّه بقى. ما هو ما ينفعش طول الوقت تبقى بتتكلّم عن إنك عايز تبقى بعيد ومش عايز حد يدخل حياتك، وفِشَك كده في مرّة كاتب post عن إن الناس بقت مش زي زمان، وإن ما حدش بيسأل على حد. الأمور طبعًا مش بالحدة دي، ولكن ده معنى من المعاني أو ده مثال من الأمثلة. المقصود بالكلام ده هو الاتساق ما بين أفكارنا، إن الأفكار تبقى مكمّلة بعض، ما يبقاش في تناقض فَج، في تناقض ممكن يظهر في حياتنا وفي شخصياتنا ليه علاقة بسياق مختلف، ليه علاقة بيوم معيّن، بتوقيت معيّن، بفترة زمنية معيّنة. فيمكن يعني بصراحة الكلام ده من قريب أو من بعيد هيوديني لفكرة هي السبب الأساسي في إني باقوله أصلًا، فكرة إنه الحياة هي عُمر محسوب عليك، عيشه بكل الدراما اللي فيه. ما ينفعش نفضل طول الوقت متضايقين ومستغربين من الأيام، خلاص هي دي الأيام اللي إحنا موجودين فيها، نصيبنا وقدرنا إن إحنا كأجيال جينا في التوقيت ده من الزمن، فنعيش بقى الحياة والأيام ونحاول إن إحنا ما نبيعش أفكار أعلى بكتير من قدراتنا وإمكانياتنا، والأهم كمان احتياجاتنا ورغباتنا. ما لو أنت محتاج فعلًا حب في حياتك ما تفضلش تبيع إن أنت خلاص كاره للحياة والعلاقات، ولو أنت محتاج حياتك تكون أفضل ما تفضلش تقول إنك خلاص الواحد ما بيبقاش عايز حاجة غير كوباية الشاي. فما اعرفش بصراحة، ده مجرد طرح كده حسيته من رصد حاجات كتير حوالينا يعني، ومن أفكار ناس كتير بقت رايحة بشكل مبالغ فيه لحكاية الزهد اللي ممكن يكونوا بينهم وبين نفسهم هم مش قدها. فلو الكلام ده دلوقتي حسيت ان هو فرق معاك بنسبة او نور لك لمبة، ده يبقى شيء كويس جدا. حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني، فممكن جدا تعمله منشن في الكومنتات.